السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا صديقي؟ يا رب تكون بخير وصحة وعافية وسلام. النهارده بإذن الله فيديو في غاية الأهمية وفي غاية الروعة يا صديقي. يعني بإذن الله الفيديو ده مهم جدا لي. هتقول ازاي؟ اقول لك اصبر شوية. يعني الفيديو ده هنتكلم عن شخصية مؤثرة في الوطن العربي. فيديو هيكون مهم ليك. يعني لو انت ما شفتش الفيديو ده يا صديقي نص عمرك هيضيع. هتقول لي ازاي؟ اقول لك اصبر برضه شوية يا صديقي. يعني الفيديو ده روعة يا صديقي. اهم حاجة يا صديقي ما تنساش اللايك والاشتراك وان تكون مفعل زر الجرس وتكتب لنا كومنت يا صديقي في التعليقات. ما تبقاش بخيل كده. واهم حاجة يا صديقي تستمتع في الفيديو. الفيديو ده مهم ليك يا صديقي. يلا بينا. النهارده يا صديقي احنا هنتكلم عن شخصية مؤثرة في الوطن العربي، وكل الناس لحد الآن بتحب هذه الشخصية. هتقول لي مين يا أبو حميد؟ أقول لك اصبر شوية وكمل الفيديو معي. الشخصية دي يا صديقي قوية وفي غاية الأهمية، يعني المفروض تكون عارفها وتكون عندك نبذة عنها وتكون عارف تاريخها بالكامل. المفروض يا صديقي، وإن شاء الله بإذن الله أنا علي بسط لك الشخصية دي وتاريخها بالكامل، وإن شاء الله تستفاد من هذا الفيديو استفادة كاملة. أهم حاجة برضو زي ما قلت لك يا صديقي ما تنساش الاشتراك واللايك وأن تكون مفعل زر الجرس وتكتب لنا كومنت تشجيع يا صديقي، عشان إن شاء الله بإذن الله يوصل لك كل جديد. تخيل كده معايا يا صديقي رجل بسيط في لبسه وبسيط في كلامه. هتقول لي ازاي يا ابو حميد بسيط في لبسه؟ طب بسيط في لبسه انا عرفتها، بسيط ازاي في كلامه وهو مؤثر في الوطن العربي. اقول لك اصبر يا صديقي وكمل الفيديو معايا وما تكررش الفيديو او تقدم الفيديو وخليك معايا واحده واحده. الرجل ده كلامه سهل، بس اول ما يتكلم يا صديقي قلبك بيسمع قبل ودنك. هتقول لي الله ازاي يا ابو حميد قلبك بيسمع قبل ودنك؟ انت بتخرف ولا ايه؟ أقول لك يا صديقي ولا بخرف ولا بعمل أي حاجة، ده الحقيقة. ده مش أي حد يا صديقي، ده الشيخ محمد متولي الشعراوي. علم الناس إزاي يفهم القرآن ومش يحفظه خلاص، مش يحفظه مثلا وخلاص. لازم تفهم القرآن، وأنت وبتحفظه تكون عارف كل معنى للكلمة اللي أنت بتقولها أو بتحفظها يا صديقي. وده اللي عمله الشيخ محمد متولي الشعراوي. ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي 15 ابريل سنة 1911 بقرية صغيرة اسمها قادوس التابعة لمحافظة الدهقلية. طبعا كان هو صغير طفل ذكي جدا، وكان في منتهى الذكاء، وكان بيحب القراءة كثيرا جدا. من هو طفل يا صديقي كان ذكي جدا ومتفوق في دراسته. وكان أبوه يا صديقي رجلا بسيط في حاله، فاهم؟ في حاله. طبعا يا صديقي أبوه فاهم قيمة التعليم كويس، فقال أنا لازم أعلم الولد ده. طبعا يا صديقي أبوه اتجه إلى الكتاب، والولد حفظ القرآن في عمر 11 سنة. طبعا يا صديقي ما تستجلش بالرقم ده أبدا إطلاقا، لأن الرقم ده مش سهل. ولكن هذا الرقم يا صديقي يعني أنت نادرا تشوف ناس عندها 11 سنة وحافظ القرآن كامل. الشيخ محمد متولي الشعراوي دخل الأزهر الشريف وكان متفوقا جدا في دراسته يا صديقي. طبعا يا صديقي هو ما كانش عايز يكمل، كان يتمنى أن يكون شاعرا أو أديبا. طبعا أبوه يا صديقي رفض الحكاية دي تماما، وقال له إن العلم ده أمانة وربنا اختارك ولازم تكمل في الطريق ده. وكمل الشيخ محمد متولي الشعراوي في كلية اللغة العربية وتخرج سنة 1941. يا صديقي الناس لاحظت ان الشيخ محمد متولي الشعراوي مش شيخ تقليدي. ليه؟ لأنه بيشرح القرآن بالمنطق والعقل. يعني ازاي يا ابو حميد؟ ازاي فهمني؟ يعني هو بيضرب أمثلة من الفلاح الغلبان، يضرب أمثلة من الحياة اليومية. يعني يخليك تقول يا صديقي ايه ده؟ هو الدين ده شيء سهل وطبيعي كده؟ او كان عنده يبسط لك المعلومه على ابسط وجه، يخليها لك بسيطه جدا لدرجه ان يخليك تحب الدين وتتعمق فيه وتكون عايز اكتر واكتر. فكان الشيخ محمد متولي الشعراوي يبسط لك اي معلومه ويضرب لك امثله من الحياه اليوميه ومن الفلاح. الشيخ محمد متولي الشعراوي يا صديقي سافر بلاد كثيره. هتقول لي ازاي يا ابو حميد وسافر ايه وايه وايه؟ اقول لك اصبر.
سافر يا صديقي الشيخ محمد متولي الشعراوي دولة السعودية ودولة السودان ودولة الجزائر يا صديقي، وكان سفيرا للأزهر وسفيرا للأخلاق قبل العلم. وفي الجزائر يا صديقي كان له دور كبير في تعليم الناس اللغة العربية. شفت قمة الانبهار يا صديقي؟ شفت العلم بيعمل ايه يا صديقي؟ عين الشيخ محمد متولي الشعراوي وزيرا للأوقاف، ولكن يا صديقي تعين فترة محدودة أو فترة قصيرة. هتقول لي ازاي يا ابو حميد؟ وايه اللي خلاه يتعين او يبقى فتره قصيره او فتره محدوده؟ اقول لك يا صديقي انه كان صريح زياده عن اللزوم. هتقول لي ازاي يا ابو حميد انه صريح زياده عن اللزوم؟ اقول لك يا صديقي هو كان اللي شايفه صح صح واللي شايفه خطا خطا، يعني ما يعرفش يجامل حد يا صديقي. وقال يا صديقي الشيخ محمد متولي الشعراوي جمله مشهوره جدا: انا لا املك ان ابيع ديني. طبعا وساب المنصب ومشى. طبعا كسب يا صديقي قلوب الناس وقلوب الناس اللي كانت شايفاه وقلوب الناس طبعا اللي سمعت: انا لا املك ان ابيع ديني، انا ما اقدرش ابيع ديني يا جماعه. فهنا بقى يا صديقي التحول الكبير للشيخ محمد متولي الشعراوي. طبعا الشيخ محمد متولي الشعراوي ولأول مرة يظهر في التلفاز أو التلفزيون. طبعا يا صديقي الشيخ محمد متولي الشعراوي كان يفسر القرآن الكريم بطريقة سلسة وتكون مبسطة للمشاهد، وتخلي يا صديقي المشاهد ينجذب للقرآن ويخليه يتعرف ويتعمق في القرآن أكثر وأكثر، ويخليه يحب القرآن ويحب تفسير القرآن. وهو زي ما قلت لكم يا صديقي بيفهم القرآن مش بيحفظه خلاص يا صديقي. فهمت؟ يعني الشيخ محمد متولي الشعراوي كان مبسطا في كلامه. ليه بقى يا صديقي؟ لأنه بيشرح بطريقة سلسة ومبسطة في الحياة اليومية، وزي ما قلت لكم من الحياة اليومية ومن الفلاح أو من أي حد، أي حاجة أنت بتمر بيها في الحياة اليومية بتكون أنت عارف قيمتها، بتكون انت عارف ايه اللي بيحصل حواليك، فبتكون بتثبت في العقل، وطبعا بيجذبك ويخلي كلامه بسيط. عمر الناس ما شافتها ولا عمر الناس كانت بتتخيلها يا صديقي. كان عنده تبسيط في الكلام غير طبيعي يا صديقي، يقدر يبسط لك الجملة ويخليك تفهمها وتثبت في عقلك يا صديقي. طبعا يا صديقي صوته هادي وضحكته حاضرة والحكمة بتوصل إلى القلب على طول يا صديقي، يخليك تحب القرآن الكريم يا صديقي مش تخاف منه. الشيخ محمد متولي الشعراوي يا صديقي كان قريب من الغلبان، كان قريب من الفقير، كان قريب من الفلاح يا صديقي ومن التعبان. لماذا يا صديقي؟ لأنه كان متعلق بالغلبان، متعلق بالفقير، متعلق باللي تعبان يا صديقي. فاهم يا صديقي؟ ولو عايز يا صديقي تعرف قيمة الدين، شوفوا هو بيواسي ناس يا صديقي. في آخر أيام الشيخ محمد متولي الشعراوي تعب وصحته ضعفت، وفي يوم 17 يونيو 1948 الشيخ محمد متولي الشعراوي يرحل عن الدنيا، ولكن قلبه مليان رضا. بس الحقيقة يا صديقي هو ما رحلش عن الدنيا، لأن الشيخ محمد متولي الشعراوي ساب أثر في الدنيا لحد دلوقتي. ساب كلام يا صديقي يطبطب على القلب لما يسمعه. انت فاهم يا صديقي؟ الشيخ محمد متولي الشعراوي ساب كلام لما بتسمعه بيطبطب على قلبك يا صديقي. كلامه المريح اللي يخليك تستريح، يخليك يكون عندك طاقة إيجابية وطاقة صبر لكي تتحمل الدنيا وتكون صابرا. على كده أنا يا صديقي انتهيت من الفيديو اللي كان مشوق وكان جميل ليك يا صديقي. أهم حاجة تكون استفدت استفادة كاملة من قصة أو مسيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي. بإذن الله تكون استفدت استفادة كاملة يا صديقي من هذا الفيديو الرائع، الفيديو اللي أنا لخصت لك مسيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي والمسيرة اللي عدى عليها كاملة من أول ولادته إلى رحيله رحمه الله. أهم حاجة يا صديقي ما تنساش اللايك والاشتراك وأن تكون مفعل زر الجرس وتكتب لنا كومنت جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.